بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على أحلى متابعين. معاكم الشيف سامح عبد الفتاح. هنعمل النهاردة إن شاء الله وصفة جميلة، وهنعمل النهاردة رز ميكس، رز نص بسمتي مع رز نص مصري. يبقى هنعمل النهاردة النص هيكون رز بسمتي مع النص يكون رز مصري مع بعض، ونشوف هيطلع عامل ايه. بنجيب أول حاجة على النار بصلتين أو 3 كده، بنقطعهم ناعم ونشوحهم على النار. نبدأ ننزل عليهم بفلفل ألوان أو فلفل أحمر مع أخضر عادي، ونقلبهم مع بعض ياخدوا تشويحة الأول مع بعض. بننزل ب ورق لورا بنحط الورق اللورا على في الزيت ياخد تحميصة مع بعض كده. طبعا دي طريقة جديدة. احنا طبعا انا عملت حلقة قبل كده عن الرز البسمتي الملون. اللي حابب يرجع للفيديو، حطينا رز، كان رز بسمتي، كانت حلقة جميلة. رز كان عليه لون احمر واصفر، وكانت حلقة جميلة يعني. النهاردة ان شاء الله قلنا هنعمل رز بسمتي مع رز مصري نص ونص كده، ونشوف النتيجة هتكون ايه. بنبدأ ننزل بعد كده بمعجون الطماطم، معلقتين كبار او 3 معالق كبار، ونقلبهم ياخدوا تشويحة برضو مع البصلة والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. طبعا الطريقة دي يا جماعة، اللي حابب يعمل رز بالجمبري برضو الطريقة دي تنفع. بنقلب الرز مع الخلطة ديت، وفي الاخر بنحط الجمبري مع الرز ويستوي، بيطلع جميل طبعا. بس النهاردة ان شاء الله مش هنعمل جمبري، احنا نعمله رز عادي كده. يدوب الطماطم تتسبك مع البصلة، نبدأ ننزل عليهم بالكاري. وطبعا فايدة الكاري بيدي طعم غير طبعا الكركم بيدي لون غير طعم، اما الكاري طبعا بيدي طعم جميل، بيكون فيه شوية بهارات طعمها جميلة. نزلنا بالكاري، وطبعا الكاري بينزل على الزيت بياخد تشويحة مع الزيت. ننزل بعد كده بالرز، وزي ما حضراتكم شايفين ادي الرز نوعين، في رز ابيض ورز اللي هو الاصفر ده بيكون رز بسمتي، والابيض الرز المصري العادي. بنقلب الاتنين مع البصلة يتشوحوا عشان احنا عايزين الرز يسخن. طبعا هننزل دلوقتي بعد شوية ننزل بالسمنة. طبعا انا معايا سمنة بلدي، ما حبيتش ان انا انزل في الاول مع الزيت عشان طعمها ما يروحش. فالسمنة لما تكون سمنة بلدي حاجة حلوة كده، فمش بنزلها مع الزيت تاخد وقت في الزيت. لا، ده هي بتنزل بعيد عن الزيت شوية، بتنزل دلوقتي هننزلها على الرز. سمنة اللي هي السمنة البقر الحلوب، ادي سمنة روتينا البقر الحلوب. بننزل بشوية سمنة كده على الرز. طبعا بيدي طعم حاجة جميلة جدا. طبعا هي هتسيح دلوقتي مع حرارة الرز. بنقعد نقلب في الرز عشان يسخن. طبعا احنا لما نيجي نعمل الرز رز الطباخين، طبعا احنا مش بنحط الرز كله مرة واحدة نقلبه، لا، ده احنا بنحط مثلا نص الكمية ونبدأ نقلبها عشان تسخن جامد، وبعد كده ننزل بالنص الرز التاني تاخد حمو الرز الاولاني. بنقلب الرز تقليبه حلوه كده. طبعا حطيت دلوقتي انا زعفران ظهر اهوت، وحطيت شويه قرفه ناعمه. يبقى زعفران وقرفه ناعمه، وانا كنت حاطط كاري قبل كده. الزعفران طبعا بيدي لون جميل جدا للرز. بنقلب الخلطه الجميله دي كلها مع بعض، الكاري مع الزعفران مع القرفة الناعمة.
نقلبها. ودلوقتي الرز، دلوقتي احنا قلنا دلوقتي احنا بنسخن بنسخن الرز عشان لما نيجي ننزل عليه بالشوربة السخنة يطلع مفلفل على طول. بنقلب يا جماعة، اهم حاجة التقليب ده باستمرار. طبعا في حاجة تانية انا حطيتها نسيت اقول لكم عليها، اللي هي 4 فصوص توم صحاح كده متقشرين، حطيتهم ادي ظاهر اهوت التوم. توم تحس ان هو ابيض كده. نزلته على الرز. طبعا فايدة التوم بيدي طعم للرز، وبيدي لو في اي حاجة بيشيل هو الزفارة ولا حاجة من الرز بيشيلها على طول. ومعايا جزراية كبيرة كده بشرناها برضو على الرز عشان يدي لون وطعم جميل. يبقى معايا شوية رز عنب، رز محطوط عليه بصل، محطوط عليه فلفل الوان، محطوط عليه جزر، حاجة كده يعني ايه، رز بالخضار جميل جدا. وادي التوم ظاهر اهوت. بنقلب المكونات دي كلها مع بعض ونخلطهم مع بعض. طبعا في الاثناء دي بيكون الشوربة على النار بتسخن جامد عشان ننزل الرز عليها. هنقلب الكلام ده كله مع بعض. وادي الجزر المبشور، والرز معايا بدأ يسخن اهوت، وبدأ يطلع بخار اهوت، بدأ يسخن جامد. معنى كده ان هو جاهز ان احنا ان شاء الله هنحط عليه البيون او الشوربة. قبل ما بنحط الشوربة طبعا بنملح الرز، بنحط له شوية ملح طبعا عشان ملحته تطلع مظبوطة. ما بنزودش ملح كتير، بنحط ملح بالمعقول كده. طبعا احنا كطباخين طبعا الحاجات ديت بالنسبة لنا بقت ايه، عادية، عارفين المقادير على طول. بننزل الشوربة. طبعا الشوربة بتغلي على النار، وادي الرز طبعا سخن جدا، فبيعمل ايه، بيعمل زي صدمة كده مع الرز، ان هو الرز عمره ما يعجن، بيفلفل على طول. بننزل بكمية شوربة كتيرة شوية، يعني اكتر من الرز المصري اللي احنا بنعمله، بيكون ازيد شوية عشان انا معايا شوية رز بسمتي، فهيعوز ايه، هيعوز شوية بيون او شوية شوربة زيادة شوية. بنقلب المكونات دي كلها مع بعض. وادي شايفين شكل الشوربة لما نزلت على معجون الطماطم خلت شكل الرز عامل ازاي، شكله جميل. بنقلب المكونات دي كلها عشان كل حاجة تدوب والملح يدوب. طبعا هو كده بندوق الملح بقى، نشوف الملح عامل ايه. تمام. طبعا هو هيعوز شوية ملح كمان عشان كان ناقص سنة ملح، حطينا سنة ملح كمان. هنقلب شوية، وطبعا هنعوز كمان شوية شوربة كمان حبة صغيرين كده. تمام كده، عشان معايا رز بسمتي بياخد سنة مية زيادة او سنة بيون زيادة. بنقلب الدنيا دي كلها مع بعض عشان كل البهارات تتدخل مع بعض. وبعد كده بنبدأ نسيب الرز على النار لغاية لما يتشرب. بنغطي الرز ونسيبه لغاية لما يتشرب. اول ما يتشرب الرز بنفتح عليه، ادي اتشرب يا دوب اتشرب كده. بنبدأ برضو نديه، عشان انا معلي النار، نديه تقليبة كده من النص عشان ما يلسعش من تحت ولا حاجة. شايفين الرز يا جماعة؟ طبعا الريحة مش هقول لكم عليها، والشكل والجمال حاجة كده جميلة بجد. يا ريت تجربوها. ويا ريت يا جماعة فضلا وليس أمرا، ما اشتركش في القناة لغاية دلوقتي يشترك
عشان القناة تبدأ تشتغل وتكبر بيكم ان شاء الله. يا ريت يتفرج على الفيديو، يدوس بس على الاشتراك او السبسكرايب، ويفعل زر الجرس واللايكات. يا ريت اللايكات يا جماعة، اللي يشوف الفيديو يدينا لايك على طول، ولو اي حاجة عايزينها اكتبوا لي في التعليقات. ادي الرز اتشرب كويس اهوت، والرز طالع 100. دي كده كده شرب المية بتاعته كلها. بنبدأ بنجيب ورق فويل ونغطي الرز. اهم حاجة ورق الفويل ده هو بيحبس البخار ويطري حباية الرز معايا فيستوي بسرعة. بنحط ورق الفويل اهوت ونكتمه جامد ونغطيه نغطيه كويس، ونسيب الرز ياخد سوا كامل. بقى بنسيبه شوية بقى ونهدي النار عليه، وكده الرز نفتح عليه تاني. ادي الرز اهو طالع مفلفل جميل اهوت. الرز طالع بسم الله ما شاء الله، حاجة كده طعم ولون. بص، وادي ولا بيلزق ولا معجون ولا اي حاجة. الرزاية برزات هيت. ليه؟ عشان دي كله احنا سخنا الرز جامد وحطينا عليه الشوربة بتغلي، الاتنين مع بعض بيعملوا مفعول جامد ان الرزاية عمرها ما تلزق في وقتها. ادي الرز اهوت يا جماعة، يتعدى على الصوابع اهوت. تمام. كده دي كانت حلقة الرز النهاردة. بنقلبه تقليبة حلوة عشان ما يعجنش. ودي كانت حلقة الرز النهاردة. يا ريت يا جماعة مش تنسونا من صالح دعاكم، ويا ريت نشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.